نشكر فلاحة ماغازين على تغطيتها الإعلامية لهذا الملتقى اللي في مدينة الداخلة واللي كيتعلق باللوجيستيك بالقارة الأفريقية. الداخلة هي منبع الصناعات الغذائية مستقبلا، لأنه الداخلة معروفة بمجموعة من الآليات والمؤهلات اللي تقد تأهلها باش تعود فيها صناعات غذائية مهولة، خصوصا أننا كنشهدوا وأننا احنا كبوابة لأفريقيا، بوابة أوروبا نحو أفريقيا وقرب الدول الأفريقية في الاحتياجات ديالهم اليومية. عندنا فلاحة واعدة غادي تدار على 5000 هكتار، ربما تخلق واحد المجموعة من السلسلة الغذائية اللي هي كبيرة فيما يخص العصائر، الفواكه الميرتين بحال البلوبيري، بحكم أن السوق الأفريقي هو سوق واعد جدا. هناك استهلاك كبير. إذا شفنا الإحصائيات اللي دارت في الملتقى أنه كانت أكثر من 7 ديال المليار ديال الدولار اللي كتكونسومي القارة الأفريقية. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الداخلة هي منطقة صناعية غذائية بامتياز، نظرا أن هناك المنتجات اللي كنستوردوا من أمريكا اللاتينية ومن أمريكا الوسطى أقرب ميناء لها هو ميناء الداخلة، وبهذا يمكن يداروا معامل تغذية، معامل اللي غادي تعطي واحد الدفعة للاقتصاد المغربي، وغادي تحقق شي حاجة مثل الاكتفاء الذاتي اللي شارلو سيدنا في عدة خطابات ديالو. الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي هادو من المسائل هي المهمة والمهمة جدا. كنتوفروا على ميناء أطلسي ضخم وعلى غرار ميناء طنجة اللي عرفنا شنو هو لومباكت ديالو اللي ندار على مستوى المغربي وعلى مستوى الدولي. التنمية الحقيقية التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ستمشي في هذا المسار، وغادي تكون إن شاء الله هذه الأمور هي اللي غادي تعطي واحد النفس كبير ما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لجهة الداخلة والمغرب بصفة خاصة. منذ تولينا المسؤولية بهذه الغرفة عرفت واحد نقطتين مهمتين: إرساء الدبلوماسية الاقتصادية لا على المستوى المحلي في استقبال الوفود الأفريقية والوفود الأمريكية والوفود الأوروبية، دور الغرفة أيضا في الخروج إلى العالم الأفريقي، إلى الدول الأفريقية، إلى الدول الأوروبية، من أجل جلب الاستثمارات ورؤية الاحتياجات خصوصا مع أشقائنا الأفارقة، من أجل أن يكون هذا الميناء ميناء مسيبلي شينغالو الدول الأفريقية. وهذا لم يأتي عبثا، بل هو رؤية تنموية كبيرة لجلالة الملك اللي ما شافش، كنقولوا احنا المغاربة عند رجليه شاف بعيد، وعندنا طول النفس بحكم الحكمة والتبصر ديالو والصبر ديالو، وحنا لحق الوقت اللي خاصنا نعاونوه سيدنا باش رسخوا اقتصاد مغربي قوي متجه للقارة الأفريقية، وإعطاء النفس لأشقائنا اللي ما عندهمش ممر نحو المحيط الأطلسي كنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي. هذه مجموعة من الدول اللي ما عندهاش منفذ بحري، وحنا خطابات جلالة الملك ألح بشدة على أنه خاص يدار واحد الميناء أطلسي بمدينة الداخلة اللي كيهم المملكة المغربية وكيهم الدول الأشقاء الأفارقة اللي اقتنعوا بمغربية صحرائنا، اقتنعوا برؤية صاحب جلالة، اقتنعوا أن جلالة الملك لم يكن لنفسه بل لإخواني الأفارقة كلهم. المسألة الثانية واللي هي تقنية، هذا هو الجانب اللي كنت باغي نتكلم عنه، هو الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي احنا كنعرفوا أن الداخلة غتكون واحد البلاتفورم اللي هي بلاتفورم مهمة، حيث أن منذ انطلاق برنامج التنمية اللي سنه جلالة الملك 2015 والداخلة ماشي على المسار والنهج ديالو من خلال جهة الداخلة والذهب اللي دارت واحد الدور كبير في الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك بالمساهمة في عدة مشاريع مهيكلة كبرى من أجل إعطاء واحد البنية التحتية وتوفيرها للاستثمار الخارجي والاستثمار المغربي اللي ضمنوا لنا جلالة الملك بالاستقرار وبالسلم. من المسلمات على أن أي إطار
غادي يدار اقتصادي لا بد له من هيكله ولا بد له من دراسه جدوى ولا بد له من الدراسات اللي الوزارات المعنيه بالامر عندها برامج مهيكله قانونيه كتماشى مع البيئة، كتماشى مع المحافظة على الثروة، لأن الأساس هو المحافظة على الثروة. كيف المحافظة على المخزون السمكي، المحافظة على المخزون الفلاحي. حنا كنتوفروا على أكبر ناب فرياتيك ولكنها غير متجددة، وهذا ارتأى جلالة الملك لإنشاء مشروع كبير وضخم لتصفية مياه البحر، واللي هو مخصص ل 5000 هكتار اللي اعطى الاطلاق ديالها ايضا جلاله الملك، وكذلك تزويد الجهه بالماء الصالح للشرب. وهذه النظره الشموليه، احنا الحمد لله دوله مؤسسات، دوله تاريخيه، دوله قائمه على اسس صحيحه، لا يمكن أن نعبث بالثروات اللي كتوفر عليها جهة الداخلة ولا كتوفر عليها المملكة المغربية بصفة عامة.